اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليق من أولها عشان نكمل الفيديو بتاعنا ببركة الرسول عليه السلام وبركة ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة ولا جبنة ولا فول ولا مكسرات ولا أي حاجة صعبة، بمنتهى السهولة والبساطة، مقرمشة جدا جدا جدا. للناس اللي بتسأل هي مقرمشة كده ليه، يلا بينا تعالوا كده نعملها بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة زي ما انتم متعودين مني، بكمية بسيطة قوي. هنعمل ايه؟ كوباية دقيق وعليها ربع كوباية سميد. هيقولوا السميد ليه؟ ده بيخليها مقرمشة جدا 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 للناس اللي بحبها مقرمشة. معلقة خميرة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، معلقة خميرة واحدة بس، شوية ملح ذرة كده على ايدك، ومعلقة سكر، وننزل بالمية الدافية. المهم ان مبقاش فيها تكتلات، هنقعد نقلب كويس جدا جدا جدا. على ما اظن مفيش ابسط من كده. ننزل بالمية واحدة واحدة ونقلب، وهتشوفي معايا هي هتاخد قد ايه مية. كده احنا حطينا كوباية وربع او نص على حسب دقيقك. الكوباية اساسي طبعا، وربع دي كمان اساسي. لو اخدنا ربع كمان او معلقة كمان مفيش مشكلة، يبقى انت كده شغالة معايا تمام مظبوط. المهم ان احنا بنضربها كويس زي ما انتوا شايفين بالمعلقة اهو، بس هجيب لو عندك مضرب يدوي مفيش مشكلة اشتغلي بيه. هنزل كلها كده اللي في المعلقة عشان ما يكونش فيها قطع خميرة او حاجة، وهنزل بصوا بحط معلقة معلقة من المية كده، وهدوب كويس قوي. مش هتلاقي فيها اي تكتلات. عايزة تصفيها في مصفى اوسع من اللي انا هصفيها شوية مفيش مشكلة، بس انا كده وصلت للقوام المطلوب. جميلة جدا، السميد بيخليها في منتهى القرمشة. ماشيين مع بعض واحدة واحدة اهو. خلصت خالص. تعالي هحاول اصفيها كده في مصفى، بس مصفتي طلعت ضيقة شوية. تعالي كده نصفيها. هبتدي اصفي كده، بس زي ما انا قلت لكم تبقى المصفى اوسع من كده شويه لان فيها دقيق سميد. صفيتها ما لقيتش فيها اي تكتلات. لو انتوا كمان متضايقين ممكن تضربوها في الخلاط وما تصفوهاش خالص. جبنا هنا الطاسه بتاعتنا، بس يا ريت اقول لكم على نصيحه، الطاسه ما تكونش خفيفه عشان النار ما تحرقش القطايف. اولا، ثانيا تكون النار متوسطه، ولا واطي قوي ولا عالي قوي. نزلت كده بواحده واحده، واول ما تبتدي تعمل فقاعات كده تبقى كده تبتدي تستوي بسرعه. وهننقل، وطبعا هنكون مجهزين طبق وعليه فوطه. بصوا تمام ما شاء الله، طبق وعليه فوطه، وهنطلع على طول كده ونشتغل واحده واحده. يعني واحده واحده بالراحه، بس مش واحده واحده، لا نملى الطاسه كلها ونشغلها كلها علشان ننجز وقتنا. خلي معاكي مقدار واحد، معلقه كبيره او زي ما انتوا شايفين المعلقه اللي في ايديا دي، يطلع كله قد بعضه، مش هيطلع كبير ولا هيطلع صغير. زي ما حضراتكم كده شايفين بمنتهى السهوله انا خلصت اهو. والنار متوسطه. كل اللي بيحصل ان هو بيستوي اهوت، وبطلعه على فوطه. طبعا ما تحطوش على بعض ولا تلزقيه جنب بعض. اول بس ما يبرد ممكن عادي يتحط على بعضه عادي، بس هو لسه سخن بلاش يا ريت. نصايح صغيره خدوا بالكم منها علشان ساعات ممكن تبوظ المقادير بتاعتك. هنا اهو فاصلين هم لسه سخنين، شايفين بيطلعوا دخان. هنا ابتدوا يبردوا خلاص، هبتدي انقلهم بقى ونبتدي نشتغل فيهم، وهوريكم نشتغل فيهم ازاي. هجيب كده الطبق وهبتدي، لو انت عندك حشو هتحط الحشو جواه وتقفليه عادي، ولو ما عندكيش طبعا ممكن تحمريها سادة زي ما انا عملت نص القطايف اللي عندي، والنص التاني قسمتها ربع وربع. وتعالى اقول لكم انا حشيتها ايه. جبت هنا نزلت على زيت سخن، بس تكون النار متوسطة. طبعا احنا كده متفقين كل حاجة ولها تسوية معينة. بلح الشام له تسوية، والحاجات التانية لها تسوية. كل حاجة ولها تسوية خاصة. ده الزيت سخن وبتكون النار متوسطة. اول ما بتبتدي تنزلي وهو سخن بتهدي النار شوية صغيرين لو عايزاها مقرمشة جدا. بجد طلعت مقرمشة بطريقة رهيبة. خلاص قرمشت وطلعتها، وهخلص كل الكمية بأمر الله. بس نصيحة صغيرة، طلعتها على مصفى، ما طلعتهاش على الزيت على الشربات خالص. حمرت وطلعت على مصفى على طول علشان تفضل. اول ما تبرد كده شوية تبتدي تسقيها عسل، او تنزلها في الشربات زي ما انت عايزة. بصوا لسه ما سقيتهاش خالص، ولسه الباقيين بيبردوا. هبتدي هنا انزل بمعلقة عسل واحدة بس عليها.
طبعا ده اختياركم انتم. العسل بتحبوها مسكره قوي زودي، ما بتحبهاش مسكره زي ما انا قلتلك كده معلقه عسل واحده، ولا هصفي ولا هعمل اي حاجه. بدورت لقيت عندي 3 معالق كريم شانتي، 3 معالق طبعا كتار يعني مش قليلين. جبت معاهم شويه ميه متلجين حوالي زي ما انتم شايفين كده، حبه صغيرين خالص بتاع 8 كوبايه ميه، ومعلقه عسل من اللي انا كنت عاملاه اللي هو القطر او الشربات زي ما انتم متعودين تسموه، وضربتهم ضربه كده صغيره. وبصراحه يعني لقيته تقيل جدا، حطيت له شويه ميه كمان. ببص في التلاجة لقيت شويه وش اللبن، اخدتهم ده وش لبن واحد خدته كده ورحت ضرباهم مع بعض. بصراحه بقت طعمها لذيذ جدا. جيت حشيت بيها شويه، ما كترتش. بص الكيس ما شاء الله مليان، وهعين الباقي في الفريزر على فكره ما يجرالوش اي حاجه. حشيت حبه على قدنا، ما كترتش طبعا لان انا بحبها ساده قوي زي ما انت هتشوفوا كده. والنص التاني انا بصراحه بنتي ما بتحبش الكريمه، وهقولك حطينا ايه في الباقيين. لقيت شويه شوكولاته بصراحه سيحتهم وحطيتهم كده. الموضوع طبعا بقى سهل وبسيط جدا. حطينا حبه شوكولاته وحبه كريمه وحبه ساده زي ما قلت لكم، مش دي الكميه كلها طبعا، لسه فيه الساده بيتحمر. وسيبته كمان يبرد، ورشينا عليه بقى بعد ما حشيناه وخلصنا كده، رشينا عليه شويه فستق الكداب بتاعنا اللي انتوا طبعا عارفينه. لو عايزين طريقته قولوا لي وانا انزله لكم ان شاء الله. طبعا الوصفه سهله وبسيطه، وكميه والله مش صغيره، كميه حلوه من كوبايه دقيق بس. وما تستخسروش في نفسكم، اللي عايز حاجه حلوه مفيش حاجه بتقف قدامه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وقولوا لاصحابكم. ومتشكره جدا لو حد علق باي تعليق، واترككم في رعايه الله وامنه، وباي باي مع السلامه.